في الماما أفريكا دائما ما تنتهي حكاية وتبدأ حكاية جديدة. النهاردة هنتكلم عن قرعة دور المجموعات في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي الكونفدرالية وبطولة دوري أبطال إفريقيا. 4 مجموعات و16 فريق في بطولة دوري أبطال إفريقيا، البطولة الأقوى في القارة الإفريقية. وخلينا نتكلم عن المجموعة الأولى واللي بتضم على رأس المجموعة نادي تي بي مازيمبي الكونغولي، بالإضافة كمان إلى نادي يانج أفريكانز التنزاني، وأيضا نادي الهلال السوداني، ومعاهم مولودية الجزائر الجزائري. ومجموعة الموت، مجموعة الموت هي المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، واللي بتضم على رأس المجموعة نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، وبيضم طبعا معاه في المجموعة كلا من نادي نادي الرجاء البيضاوي المغربي، بالإضافة إلى مواطنه نادي الجيش الملكي المغربي ونادي منياما يونيون الكونغولي. والمجموعة الثالثة، المجموعة اللي بتضم حامل اللقب اللي طبعا بطولة دوري أبطال إفريقيا وبطل البطولة التاريخي النادي الأهلي المصري، على رأس مجموعة تضم كلا من نادي شباب بلوزداد الجزائري، بالإضافة إلى نادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، وأيضا نادي ستاد أبيجان الإيفواري. والمجموعة الأخيرة من بطولة دوري أبطال إفريقيا في دور المجموعات هي المجموعة الرابعة، واللي بتضم كل من نادي الترجي الرياضي التونسي على رأس المجموعة، بالإضافة إلى نادي بيراميدز المصري، وأيضا نادي ساجرادا سبيرانسا الأنغولي، وأخيرا طبعا نادي جوليبا المالي. والمجموعة الأولى في بطولة الكونفدرالية بتضم كل من نادي سيمبا التنزاني، ونادي الصفاقس الرياضي التونسي، ونادي شباب قسطنطينة الجزائري، ونادي أونزي برافوش الأنغولي. وفي المجموعة الثانية من بطولة الكونفدرالية تضم على رأس المجموعة نادي نهضة بركان المغربي، بالإضافة إلى ستاد مالي ونادي ستيلنبوش الجنوب إفريقي، ونادي سيدي لواندا سول الأنغولي. والمجموعة الثالثة في بطولة الكونفدرالية تضم كلا من على رأس المجموعة طبعا نادي اتحاد العاصمة الجزائري، بالإضافة إلى نادي أسك ميموزا الإيفواري، ونادي جراف السنغالي، ونادي أورابا يونايتد البوتسواني. المجموعة الأخيرة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية بتضم طبعا حامل اللقب نادي الزمالك المصري، وبتضم نادي المصري البورسعيدي، بالإضافة إلى نادي إنيامبا النيجيري، وأيضا نادي بلاك بولز الأنغولي. من وجهة نظرك شايف إيه هي أقوى مجموعة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وأضعف مجموعة في دوري أبطال إفريقيا، وأيضا أقوى مجموعة في الكونفدرالية وأضعف مجموعة في الكونفدرالية؟ مستني رأيك في الكومنتات. سلام.